وهلت روايح الشتاء. هعمل لكم النهاردة محشي مشكل في الصينية في الفرن، حاجة كده من الآخر تحفة. وهعرفكم ازاي تعملوا خلطة المحشي الجبارة اللي ريحتها هتجيب لآخر الشارع، اللي هتخلي الكل يحلف بطعمه وريحته وجماله. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى يا حبايبي، اول حاجه هنبتدي فيها هي الخلطه بتاعه المحشي. بتجيبي حله وبتحطيها على النار، بتحطي 4 معالق من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه او معلقتين كمان من السمنه، ويا ريت السمنه تكون بلدي، هتدي طعم حلو جدا للمحشي. من الماده الدهنيه بتاعتي تسخن، بنزل بقى بصلتين كبار، بقلبهم كده لغايه لما لونها يتغير. اول ما البصل يدبل معايا بجيب شفشق من الطماطم تضربيه وبتنزليه على طول على البصل، تمام. ومش بصفي الطماطم بتاعه المحشي، طماطم المحشي مش بصفيها، لكن لما بتيجي تعملي خضار بتصفيها عادي، تمام. بعد كده بجيب معايا بقى كيلو من الرز، بنزله على الصلصة والبصل بالشكل ده. بعد ما الصلصة بقى بتتسبك معايا وتتقل، بنزل الرز بتاعي، تمام. بعد كده بكون جايبة الخضرة بتاعتي، شبت وبقدونس وكزبرة، بقطعها صغير وبنزلها كده على الرز. تعالوا بقى نحط التوابل. بنزل بقى معلقة صغيرة من 7 بهارات، معلقة صغيرة من الفلفل، وبنزل كمان معلقة صغيرة من الكمون. ركزوا في التوابل عشان هي دي اللي بتخلي المحشي تحفة. وبنزل كمان معلقة صغيرة من الزنجبيل او نص معلقة صغيرة من الزنجبيل، وبنزل ربع معلقة من القرفة، تمام. وهتحطي كمان نص معلقة من بهارات المحشي، وبنزل بقى معلقة كبيرة من الكزبرة. يا جماعة انا بحب الكزبرة قوي، الكزبرة الناشفة دي غير الكزبرة الخضرة اللي احنا حاطينها اللي هي الخضرة، بتدي طعم تحفة للمحشي بجد. الكزبرة بتدي للمحشي طعم حلو جدا يعني. بعد كده حبايبي بنزل معلقة كبيرة من الملح، تمام. بقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، وكده احنا بنجهز خلطة المحشي. خلاص كده الخلطة بتاعتي جهزت، تمام. اخر حاجة بحطها عشان بقى يعني المحشي ما يتعبش معدتنا، باكت من النعناع، تمام. الباكيتات اللي هي اللي انت بتشتريها دي، بتفتحيه وبتحطيه وبتقلبي الخلطة بالشكل ده. ده بيخلي المحشي يعني ما يخليش المحشي يتعب لك معدتك. بعد كده بقى بجيب الكرنبة بتاعتي، تمام. انا جايباها هنا وسط، مش جايباها كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يعني جايباها وسط كده، تمام. بقطع بقى العروق الخضراء اللي فوق دي، اللي هي بتبقى فوق دي ممكن كمان تسلقيها علشان تحب بعد ما تسلقيها يعني تحطيها في الحلة او في الصينية، عشان وانتي بتحشي المحشي تحطي بقى المحشي عليها، المحشي ما يلزقش او ما يتحرقش، تمام. بعد كده بفصل الراس كده زي ما انتوا شفتوا بالسكينة كده من فوق. بعد كده بكون جايبة بقى حلة فيها مية مغلية تكون بتغلي، بنزل فيها معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الملح، تمام. بعد كده بنزل بقى الكرنبايه بتاعتي كلها كده زي ما انتم شايفين كده، بتتسلق معايا وبتطلع بكل سهولة. بصوا اهو، بدل ما تقعدي تقطعي وتعملي وبعدين الاخر تحطي شوية شوية، لا هي بصي تحطيها كلها كده بتطلعي كده واحدة واحدة. زي ما قلت لكم العروق بقى الخضرة دي سلقتها برضو عشان هحطها كبطانة في الصينية عشان المحشي ما يلزقش معايا. بعد كده يا حبايبي بجيب بقى المحشي بتاعي اللي هو الورق ده. احنا بقى دلوقتي عايزين نفصل العرق ده اللي في النص، تمام، عن الورق، مش محتاجينه خالص يعني. العروق اللي هي دي احنا مش محتاجينها خالص. ممكن تعمليها بالسكينة وممكن تعمليها تضميهم كده على بعض وتقصيها بالمقص وتشيليها بالشكل ده، تمام كده اهو. بصوا شيلنا خلاص اللي شلناه، وهنجيب بقى الورق نفسه وبلفه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجيب السكينة بقى وبقطع بقى، بصوا اهو بقطع زي ما انت عايزه بقى. عايزه مثلا تكبري الورق شويه، عاوزه تصغريه شويه، عايزه تخليه وسط. انا كده عاملاه وسط، مش عاملاه صغير قوي ولا كبير قوي، متهيالي كده اللي يعني كده مثالي يعني كويس، تمام. بنقطعه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نفصله كده، تمام.
بصوا بقى الورقه بتبقى معايا عامله ازاي، بتبقى طويله طبعا، مش هنخليها كده وخلاص، لا، احنا يعني هنقص بقى الورقه الكبيره دي هنقصها 2 كمان. تمام. بصوا اهو بالسكينه او بالمقص اللي يريحك اعمليه، يعني الحاجه اللي تريحك اعمليها. عايزه تجيبي المقص وتقصي على طول ماشي، عايزه تجيبي السكينه وتعمليها زي كده تمام، ماشي كده اهو. وانت بتسلقي الكرنب ما تخليهوش وقت طويل كده في الميه، يعني يا دوبك بس تنزليه كده وتفصليه زي ما وريتكم كده، وتشيليها على طول، عشان لو سبتيه وقت طويل في الميه يتسلق هيتهري معاكي، ويعني وانتي بتحشيه كمان اللي هيتهري كده، وهتلاقيه مش متماسك كده معاكي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده اهو، انا هقطع بقى الكرنبه كده كلها اللي احنا سلقناها اهو، قطعناها بالشكل ده. تمام اهو. بس زي ما قلت لكم الورقه لو لقيتيها طويله كده هتقطعيها نصين، لازم تاخدي بالك من الحكايه دي عشان ما تبقاش طويله معاكي قوي كده اهو، بتقطعيها نصين بس. وبكده خلاص عملنا الكرنبه بتاعتي خلاص. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا النهارده عملت معاكم كرنب، وهعمل كمان بتنجان، وهعمل كوسه، وهعمل فلفل وورق عنب، وكله كده زي ما قلت لكم هنعمله في الصينيه. تمام. مش هقعد بقى اجيب حله كرنب وحله ورق عنب وحله كوسه لا، اعمليه كده في الصينيه كده زي ما انا عملتها لكم كده بالشكل ده، هتعجبكم جدا بجد وهتطلع تحفه. زي ما وانا مش عايزه اطول عليكم الفيديو بصراحه، عشان كده ما جبتش بقى وانا بحشي، كلكم شاطرين وبتعرفوا تحشوا المحشي. تمام. بس حطيت الكرنب بالشكل ده، وحطيت البتنجان جنبه بالشكل ده، وحطيت ورق العنب اهو. تمام. وهحط كمان هنا في النص هنا الكوسه بتاعتي بالشكل ده. تمام. وعملت كمان كام فلفلايه برضو هحطها برضو مع يعني بعد ما احط الكوسه كده هحط الفلفل، كام فلفلايه كده بتدي طعم حلو قوي للمحشي كمان لما بيستوي، بتدي ريحه حلوه قوي كمان اهو. 4 بس كمان اهو. بس وخلاص كده خلصت المحشي بتاعي وحطيته ورصيته بالشكل ده. بعد كده حبايبي بصوا بقى، بجيب كوبايتين 2 من الشوربه، تقوليش بقى تقولي لا ده قليل، لا مش هيستوي، لا لا لا، كوبايتين 2 بس يا جماعه، واسمعوا الكلام، هما كوبايتين 2 من الشوربه. والشوربه تكون بتغلي، يعني تكون غلية كده وطافيه عليها، شايفين الدخان؟ ماشي. توزعي بقى كوبايتين الشوربه على المحشي كله كده زي ما انا بعمل كده. بعد كده حبايب قلبي بحط بقى ورق زبدة، وعلى ورق الزبدة بنزل ورق الفويل. ورق الزبدة علشان يعني عشان ورق الفويل على الأكل على طول مش بيبقى حاجة كويسة، يعني مش كويس على الصحة، فاحنا بنحط ورق الزبدة بس ايه كحماية يعني. تمام. بس بتكوني بقى قايدة الفرن على درجة حرارة، أعلى درجة حرارة عندك 200. ماشي. يسخن معاكي كده وانتي بترصي المحشي كده في الصينية. بعد كده بتجيبي بقى الصينية بتاعتك وبتدخليها بتسيبيها ساعة على العالي، ساعة كاملة على نار عالية. تمام. بعد كده بتهدي درجة الحرارة على نار ايه وهادية نص ساعة. تمام. يعني هياخد معاكي ساعة ونص يبقى جاهز. بس بعدين بعد كده بتطلعيه، طبعا احنا مش هنسكت يعني كده وخلاص، لا، بعد ما نطلعه كده خلاص استوى 100%، بنشيل بقى ورق الفويل والزبدة. لو انت عامله بقى ايه بط، لو عندك فراخ، لو عندك لحمه، اي حاجه عاملاها حطيها على الوش كده، ودهنيها بالسمنه كده. ليه بقى احنا بنعمل الخطوه دي؟ علشان نخلي كده المحشي له لون احمر كده لما تيجي تحطيه بقى كده على السفره بقى، لو انت عازمه حد ولا حاجه يشرفك بقى بجد. ولو اي لحوم عندك بقى طبعا زي ما قلت لك، فراخ، لحمه، بط، اي حاجه حطيها على الوش برضو كده وتتحمر، بدل ما تقعدي تقفي وتحمري في الزيت وتتلسعي والقصه دي. ماشي. او تحمريها بعدها بعد ما تعملي المحشي، لا، كله كده كده كله مع بعضه كده. شايفين بقى الجمال؟ عايزه اقول لكم بجد طلع طعمه تحفه وريحته كانت تجنن. ورق العنب والكوسه والفلفل والكرنب كله تحفه يا جماعه، لازم تجربوا الوصفه دي بطريقتي. وزي ما قلت لكم بجد الخطوه بتاعت لما بتطلعوه من الفرن بقى كده وتحطوه وتدهنوه كده وش وسمنه وتنزلوه تحت الشوايه شويه، يعني 3-4 دقايق كده تحت الشوايه ياخد اللون القمر ده،
مفيش ولا احلى ولا اجمل من كده يعني. هيقولوا لك انت جايباه من اي مطعم، مش هيصدقوا ابدا اللي انت اللي عاملاه. وزي ما قلت لكم، كوبايتين الشوربه بس، ما تكتريش عن كده. ماشي يا جماعه، لازم كوبايتين الشوربه بس. إيه، كوبايتين الشوربه بس علشان يطلع معاكي مستوي، ومفيش بقى شوربه تحت ومش معجن ولا اي حاجه. لا لا لا، هو ده المعيار المظبوط. شايفين بقى السوا بتاعه مظبوط، الكوسه مستويه، الرز مفلفل، والمحشي الكرنب كمان واحده بوحدتها كده، مش معجنه ولا اي حاجه، وطعمها تحفه. يا رب بقى يعجبكم، اعملوه، هيشرفكم في اجدعها عزومه. واعملوه بقى عشان تتدفوا في الشتاء. شايفين شكله؟ عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل جديد في قناتي. واستنوني بقى ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. ومع السلامة وباي باي. شايفين اللحمة دايبة ازاي؟ اي حاجة اي لحوم هتعمليها، هت... هتحطيها بعد ما تسلقيها او تحطيها على الوش كده، زي ما قلت لكم تدهنوها سمنة، هتاخد اللون القمر ده وهتستوي معاكي اكتر كمان وتتحمر. يلا مع السلامة.